خايفة عليك من الحسد، خايفة عليك يا ترب من الحسد. ما اديتش للعيبة بريك، ما اديتهمش اجازة بعد فضيحة بيراميدز من 3. كتر خيرك والله. حبايب قلب خوخ، عاوزين نبارك ونزغرط ليس ترب عشان نزل اللعيبة التمرين وما ادهمش اجازة. حد يجي يقول لي ازاي؟ اقول لكم والله يس ترب كان بيعمل حاجات غريبة، ستيل بيعمل حاجات غريبة. هقولها لكم. اللعيب يكون من هنا واللعيبة تكون خسرانة، ديهم تاني يوم اجازة وانت بتريحهم من الراحة. معرفش انا لحد وقتنا هذا مش عارفة خطته ايه. الكارثة التانية بقى جاية. كابتن سيد عبد الحفيظ طلب من يس ترب ان هو يدخل لعيبة النادي الاهلي معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك، في حين ان لعيبة نادي الزمالك داخلة معسكر مغلق بقالها يومين لحد مباراة النادي الاهلي. يس ترب قال له استنى اديني فرصة افكر. اديله فرصة يا كابتن سيد يفكر لحد بعد الماتش، لحد بقى بعد الفضيحة الجاية. طبعا تيكتس مباراة النادي الاهلي والزمالك نزلت، خلصت في نفس الوقت. في بعض من الجمهور النادي الاهلي اللي استحالة يكون من جمهور النادي الاهلي يقول لك بقول لكم ايه، اللي هيحجز المباراة دي واللي حجز المباراة دي ما عندوش دم. درجة شتموهم، الناس اللي حجزت المباراة شتموهم. سيبوا اللعيبة سلمها لجمهور الزمالك، اكتبوهم براحتنا. انتوا اهلاويه، انتوا اهلاويه، انتوا مع النادي ده. يلا كسبنا فنسقف، خسرنا فنسلم اللعيبه لجمهور الزمالك. ومين جمهور الزمالك اللي يمسك لعيبه النادي الاهلي يسلمهم ليه؟ هم مين؟ انا في اوحش حالات احط عليكم وافتكروا كلام وهحط عليه. ما بقاش غير اللي احنا لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي نسلمه لجمهور الزمالك، وجمهور الزمالك يجرؤ ان هو يتجرأ على النادي الاهلي. اخسى عليكم. طبعا التيكتس خلصت، جمهور النادي الاهلي خلص. الرجال اللي على المره قبل الحلوه مع النادي ده مش قصه كام بطوله، ده عشق منذ الطفوله. لو انا مش ورا ناديه في الازمات ما افرحش معاه، ماليش اي 30 لازمه. معادن الناس بتبان وقت الشده. جمهور النادي الاهلي راي، هو عارف هو هيعمل ايه كويس، مش محتاج حد يوصي، لان هو عارف. وجمهور النادي الاهلي الواعي لعيب في مين وهو رايح يهاجم مين. قصه مش في لعيبه، قصه قلتها لكم ان هي في مدرب مع لعيب. انتوا دلوقتي بتتريقوا عليه زي طاهر عبد القادر، حسين الشحات، قفشه، خدوا مع النادي الاهلي بطولات مع مدربين. عشان نروح بعيد، مباراه النادي الاهلي ومنتري ان كل الجماهير الاهلاويه قبل الزملكاويه كانوا فاكرين انها هيتحط عليه بالبدله. والله علي لطفي حارس مرمى كسبناه. هي الفكره فكره خطه مدرب مش لعيبه في الملعب. ما لهمش اللعيبه دي على حاجه. اللعيبه دي ما لقيت لهاش ظابط ورابط، ما اتظبطوش. احنا سيبنا لهم السايب في السايب من مجلس الاداره، ومدرب ما عندوش اي خطه تكتيكيه. هاتولي جمله واحده اسميه فعليه تكتيكيه للنادي الاهلي بيلعب. اصل الناس اللي كانوا بيقولوا شوبير ولا الشناوي، وشوبير لعب بقى انيل من الشناوي. فالقصه مش في قصه لعيب، فكره مدرب. لعيبه النادي الاهلي لما بتروح منتخب بيخافوا من كابتن حسام حسن. بيظبطوا بيلعبوا. يعني انت عندك مجلس اداره، لعيبه بتخسر يديهم مكافاه، ما بيخصموش. لعيبه بشر. طب ما انا بعمل بقى ما في خيالي كده كده مش هيحصل لي حاجه. لو عندهم مدرب ذو شخصيه يحب النادي زي موسيماني، زي كابتن حسام البدري، زي كابتن حسام حسن، زي كابتن عماد النحاس، مدرب عارف شغله، جمل، مين يشوط مين يعمل، العب على العامل النفسي للاعب. يا شيخ ده انت زيزو دمرته نفسيا. صدقوني اللعيبه دي كانت هتعمل حاجه. يسترب على الله. اقول لكم بيدوا لهم بريك باجازات من بعد ما الخساره عادي. مش قادر يمر، هو مش شغلتنا بس احسن من قعدتنا. ما عندوش بص. اللعيب ده عنده حاله نفسيه فاعرف اتعامل معاه. زي موسيماني وقفشه، موسيماني وطاهر. محمد طاهر اول ماتش الكولر بعد رحيل موسيماني فرش الواد امام عاشور مباراه الاهلي والزمالك. وتقول لي اصل اللعيبه ده نفسيا. يا حبايبي مفيش مدرب بيعامل نفسيا، مفيش مدرب حافظ اللعيبه دي جمل. طبعا هناك شرط جزائي في عقد تروب، ان في مصيبه وكارثه ان تروب هيكمل مع النادي الاهلي. والله زي ما بقول لكم في مرحله الاعداد ان لازم تروب يدير مباراه النادي الاهلي في السيزون الجديد. وهو حاليا احنا في كارثه. ما انا قلت لكم احنا في كارثه الفيديو اللي فات. احنا حاليا شوف ثغره طلعنا من الورطه اللي احنا فيها. هاتريك ما شاء الله، ما تعلمش من اخطاء. جمهور مين اللي يسلم مين؟ انا بروح اشجع النادي ده عشان خاطر بيكسب. انا ما استحقش ان انا اشجعه، اتفرج على سله طايره. لكن الناس اللي نزلت نوعيه البوستات دي بشك في اهلاويتكم. مش بشك في اهلاويتكم، انتوا فعلا بيب. الدعم للجمهور اللي رايح، رجاله عارفين هم هيعملوا ايه. حسين الشحات لمباراه القمه، عوده الشناوي لمركز حراسه المرمى في مباراه القمه. محتاجه لعيبه عندها روح، محتاجه لعيبه عندها غيره على تيشرت النادي الاهلي. والدليل على كلامي تريزيجيه في كل مباراه بينزل عشان بيحب النادي. اللعيبه دي هي اللي هتلملم. سيبكم المدرب خالص. كلامي لحسين، كلامي لطاهر. والله طاهر كان نجم المباراه في مباراه بيراميدز، نجم الشوط الاول قسما بربي. اللي عاوز يعترض يخرج في 60 داهيه. محمد الشناوي اتمنى حد يتدخل، اني رسميا غياب ياسر ابراهيم. الفزلوكه بتاعنا يلعب لك بياسين بيكهام. والله العظيم ما اتوقعها. اتمنى حد يتدخل. لا نلعب بهادي رياض والجزار.
اسحبوا منه حد ينزل يا جماعه. يا شناوي اقعد انت على الدكه دير الماتش، حط انت الخطه وهم اللي يقولوا يلا ارحمونا. مباراه مش سهله بعيدا عن الدوري خالص. المفروض هم بيحفلوا على سيبوهم، في فرق في البطولات والعقليات يا حبايبي. واحد هياخد ال 14 من واحد كان هياخد ال 46. هننزل عقلنا لعقلهم مستوى. اقسم بالله اتقالت لي من حد زملكاوي متعصب، انا لو معايا ربع بطولات النادي الاهلي بخلي زملكاوي يجي يتكلم معايا اقول له انت بتتكلم ازاي. والله دولت اخرهم بنبص لهم ماشي انت انضف يا عم وانت انضف يا اختي. عقليه نو زيرو. لو راحوا لعبوا في كاس عالم للانديه لبسوا تيشيرتات بتنور في الشارع من الفرح يا جماعه. فنفكنا منهم، فرصتهم وحقهم ان هم يفرحوا. اقسم بالله اصعب حاجه في الدنيا ان انت تتناقش مع زملكاوي. اللي بينزل عقليته ان هو يتناقش مع زملكاوي هو اللي بيقل من نفسه والله. وهم يفرحوا اوكي، احنا اللي اديناهم الفرصه، مجلس ادارتنا اديناهم الفرصه. وهم فن ركز عندي. انت بعد خسارتك طلع بتقول انا عندي مشكله في 1 2 3 مش بطلع اطبل. هما كده، احنا مش كده، احنا بنطلع نعترف بالمشكله. طنش تعش تنتع مع اي زملكاوي. نكسب مباراه الاهلي والزمالك يخلوه كله عند الله، العلم عند الله. طبت بعض اللعيبه دي بالنسبه لي مباراه كسبتها خسرتها مش فارق لي. اللي فارق ان انا اصلح غلطاتي عشان ابدا السيزون اللي جاي على نظافه. طب يا خلود ما احنا لو خسرنا الكام ماتش ممكن ما نلعبش كونفدراليه. ما العبش كونفدراليه، اريح السنه الجايه اتفرج على الفزلوكه وهو بيلعب في دوري الابطال. ان شاء الله يقابل الجيش الملكي، ان شاء الله يقابل صن داونز في بريتوريا الساعه 3 العصر، شمس عموديه على نن عين المهدي سليمان، ونشوف الفلاسفه بتوعنا هيعملوا ايه.